مفيش وجع زي ان حد كنت معتمد عليه يسيبك في اصعب وقت في حياتك، وقت مرض، وقت ازمة، وقت احتياج. واصعب انك تبقي مضطرة تتعاملي معاه كأن ما حصلش حاجة، جواكي غضب وجواكي برضه كسرة، بس الظروف مش سامحة تقطعيه. الحلقة دي علشانك. ليه الوجع ده تحديدا صعب قوي؟ لان الجرح مش بس في الفعل، الجرح في احساسي انك اتخذلتي. اي خذلان بيخسر حاجة اسمها الامان العاطفي، ولما الشخص المفروض يبقى سند يبقى فجأة غريب. المخ بيسجل ده كصدمة، عشان كده الألم بيبقى عميق. حابة اخليكم تفصلوا بين 3 حاجات مهمين جدا: المسامحة والنسيان والاستمرار في التعامل. دول مش نفس حاجة. انت ممكن ما تنسيش او ما تسامحيش دلوقتي، لكن تختاري تتعاملي بحدود. مش لازم تبقي كويسة معاه عشان تبقي ناضجة. النضج انك تتحكمي في رد فعلك، مش انك تمحي جرحك. طب ازاي اتعامل معاه من غير ما توجع كل مرة؟ اول خطوة، قللي التوقعات تماما. اكبر سبب يألم المتكرر هو الامل. لو شخص سابك وقت الشدة يبقى ده اقصى طاقته. تعاملي معاه على قد يشوفتيه منه، وما تستنيش منه دعم عاطفي تاني. تاني خطوة، اشتغلي بنظام حدي أدنى. لو التعامل ضروري، شغل، أهل، أطفال، يبقى لازم يبقى كلام رسمي، حدود واضحة، مفيش بقى فضفضة ولا أسرار. التعامل يبقى وظيفي مش عاطفي. تالت خطوة، افصلي بين مشاعرك وتصرفك. انت من حقك تبقي زعلانة، موجوعة وغضبانة، بس مش لازم كل مرة تشوفيه تفتحي الملف. المشاعر بتتحس، مش شرط تتناقش كل مرة. رابع خطوة، ما تحاوليش تثبتي له انك قوية. اوقات بنحاول نبالغ في القوة قدام جرحنا، لكن اللي ما نعرفوش الهدوء البسيط اقوى بكتير من الاستعراض. خامس خطوة، اسألي نفسك سؤال صريح: هل انا مكملة التعامل عشان مضطرة فعلا، ولا عشان لسه مستنية اعتذار؟ لو لسه مستنية اعتذار، لازم تقبلي احتمال ان ممكن ما يجيش. وافهمي حاجة مهمة جدا، ان في ناس فاكرة ان القوة ان تقطع الشخص ده تماما، او تواجهيه بعنف، او تفضحيه. لكن في نوع اهدى واقوى من الكرامة، وهو مصطلح الكرامة الهادية. ان تتعاملي بحدود من غير قسوة ومن غير انكسار. لان الكرامة هنا مش صوت عالي، الكرامة يعني ثبات. طب يا دكتور، لو الغضب لسه جوايا؟ الغضب طبيعي، لكن خليه يطلع بطريقة آمنة. كتابة، رياضة، فضفضة مع حد أمين، مش في مواجهة يومية. لو الغضب كبير ومؤلم جدا، ممكن يكون أثر صدمة صغيرة محتاج علاج. وافتكر دايما، اللي سابك في الشدة عرفك حدوده، وإن مش كل ينسامحه نرجعه قريب، وإن أقرب انتقام هادي إن تبطلي تحتاجيه. الخلاصة، انت مش مطالبة تمحي جرحك عشان تباني ناضجة، ومش مطالبة تفضلي موجوعة عشان تثبتي انك اتأذيتي. التعامل بحدود مش ضعف، هو حماية. ولو الحلقة دي شبه موقف في حياتك، اكتبي لي ايه اصعب حاجة في التعامل معاه. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واعملي اشتراك، ولو استفدتي منه شاركيه مع اصحابك. سلام.